كلنا محتاجين الكلمة دي في حياتنا مع كم التغيرات اللي بيحصل، مع سرعة التغيرات، مع الماجنتيود، مع قوة التغييرات اللي بتحصل حوالينا. أهلا بيكم. تعالوا نبدأ نتكلم عن واحدة من أهم الكلمات اللي سمعناها على مدار الكام سنة اللي فاتوا. كلمة كانت مؤثرة جدا في نجاح شركات كتير وفي فشل شركات تانية، لأن الكلمة دي غابت عنهم. كلمة خلت ناس كتير على مدار السنتين وشوية اللي فاتوا فترة كوفيد يعدوا بأقل نسبة خسائر، بالعكس ده ممكن يكونوا هم نفسهم كسبوا كويس من المرحلة دي. الكلمة دي هي كلمة agility. اعتقد معظمنا زهق من الكلمة دي ومن سماعها وتكرارها حوالينا. تعالوا نخش بعمق اكتر، هو يعني ايه اجايل، وبعد كده نشوف عقلية الاجايل دي شكلها ايه، هتفيدنا ازاي، ونقدر نستخدمها ازاي او نعيش بيها ازاي. تعالوا الاول نفرق ما بين كلمة اجايل ومصطلح اجايل. كلمة اجايل يعني رشيق، فلكسبل، خفة حركة، هو ده المعنى بتاع الكلمة نفسها. ولكن المصطلح نفسه هو 3 حاجات مع بعض. هو الفلكسبيليتي اللي هي المرونة، الرشاقة اللي احنا اتكلمنا عنها كمعنى حرفي للكلمة، لكن مضاف اليه كلمتين تانيين. تعالوا ناخد اول كلمة منهم ونفهم بعمق اكتر شوية. فلكسبل اول كلمة، وتاني كلمة هي ادابتبل. طب ايه الفرق ما بين فلكسبل وادابتبل؟ ببساطة شديدة يا جماعة، فلكسبيليتي دايما مرتبطة بالحركة، هي اكسترنال، هي في الاكشنز بتاعتنا. انا فلكسبل ان انا اعمل الحاجة باكتر من طريقة، انا فلكسبل ان انا اتعلم طريقة جديدة انفذ بيها الشغل بتاعي، انا فلكسبل ان انا اخد اتجاه مختلف عن اللي انا متعود عليه. فدايما كلمة فلكسبل او الفلكسبيليتي مرتبطة بالاكشن الخارجي بتاعنا. طيب ادابتبل التأقلم او التكيف، هي مرتبطة بالذات، هي بالانا، هي انا اللي بتكيف، هو mentally and emotionally انا بتكيف، حالة ذهنية وحالة ليها علاقة بالمشاعر تخليني اتكيف مع الوضع اللي انا فيه. يعني التغيير حصل وانا بتكيف، انا اللي بتكيف مع الوضع دوت. انا سافرت من بلد لبلد، الحياة هناك مختلفة، الاعراف والتقاليد والدنيا هناك مختلفة، فانا بتكيف مع الوضع اللي هناك. الفكرة ايه؟ الفكرة ان انا مش بدبدب برجليا، عكس التكيف هو ان انا بريزيست التشينج، ان انا بريزيست التغيير، ان انا بقاوم التغيير، وبالتالي انا بدبدب برجليا. طيب دبدبة الرجلين دي بتعمل ايه؟ بتوجع رجلي، ولكن مش بتغير حاجة في اللي بيحصل. وهنا مجموعة كلمتين، هي ادابتابيليتي داخلية جوايا ذهنيا، انا اللي بادبت، انا اللي بتكيف، انا اللي بتأقلم مع الوضع ومع التغيير اللي موجود، وكمان انا فلكسبل، فالاكشنز بتاعتي فيها درجة من المرونة تخليني اعمل حاجة باكتر من طريقة، او مستعد ان انا اتعلم طرق جديدة لتنفيذ نفس الحاجة، او اخد اتجاهات او طرق مختلفة لتنفيذ نفس الحاجة اللي انا متعود اشتغل عليها. بس تخيلوا معايا، كل ما يحصل تغيير انا ادابت واكون فلكسبل، ادابت واكون فلكسبل، ايه اللي يحصل؟ هتبقى فوضى، انا هفقد هويتي، انا هفقد البوصلة بتاعتي. عشان كده تيجي الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة هي فريم وورك، هو اطار عام. فانا فعلا بادابت، انا بتأقلم مع التغيرات، وكمان بشتغل بطريقة مختلفة عشان اقدر اوصل للنتيجة اللي انا عايزها في ظل التغيرات اللي حصلت، ولكن كل ده في حدود الاطار العام اللي انا بتحرك جواه. والاطار العام هو البوصلة بتاعتي، هو الديستنيشن بتاعي، هو الهدف اللي انا رايح له، هو الجول بتاعي، هو الاوبجكتيف بتاعي. فطول ما انا بادابت وبكون فلكسبل في الطريق اللي يوصلني للهدف بتاعي، انا كده ماشي كويس، وانا كده بطبق فكر الاجايل صح. وهنفهم بعد شوية ان شاء الله يعني ايه فكر الاجايل صح. فانا محتاج ال3 حاجات. طب تعالوا ناخد مثال سريع يورينا الكلام دون، وال3 مرتبطين ببعض.
الجي بي اس مين فينا ما بيعتمدش عليه؟ مين فينا ما بيحتاجلوش؟ كلنا بنحتاجه، وطبعا مع تغيرات الطرق اوقات كتير بنخيش معاه او بنروح مناطق غريبه او نلاقي نفسنا تايهين. طيب تعالوا نشوف الجي بي اس اللي بيحصل. قبل ما نتحرك من مكاننا احنا بنحدد الديستنيشن، احنا بنحدد اللوكيشن، يعني بنحدد الفريم وورك، يعني بنحدد الاوبجكتيف، يعني بنحدد الوجهه والهدف اللي انا عايز اوصل له. ساعتها الجي بي اس بيغيب عننا كده كام ثانيه عشان يعمل شويه حسابات ويقول لي خلاص ده الطريق اللي انت تمشي فيه، ده كده اسرع طريق يوصلك للديستنيشن بتاعتك. انا جات لي واتساب مسج فما خدتش بالي وانا بقراها، كان المفروض ان انا انزل من تحت الكوبري واخد يوتر، انا طلعت فوق الكوبري. ايه اللي بيحصل ساعتها؟ هل الجي بي اس بيطلع يعترض ويقول لي خلاص انا اسف انا مش هوصلك، انا رسمت لك طريق وانت ما سمعتش كلامي؟ لا نهائي. اللي بيحصل، ولو تلاحظوا ان جي بي اس بيهنج شويه، بيهنج كده ثانيه او اتنين، بس يا جماعه دي مش تهنيجه، اللي بيحصل هنا ان هو بيأدابت، بيتكيف مع الوضع الجديد اللي انا حطيته فيه بدون قصد، بيتأقلم مع الوضع الجديد، وبيزد على تأقلمه مع الوضع الجديد، فهمه الوضع الجديد، يبدأ يعمل لي ري روتينج تاني، ري راوتينج تاني، يبدأ يرسم لي طريق مختلف، بس طريق مختلف يوصلني فين؟ لنفس الديستنيشن بتاعي. وده تطبيق للثلاث كلمات، حددنا الفريم وورك وما تنازلناش عنها. الجي بي اس حصل ادابتابيلتي منه لما انا خدت موقف مختلف او مشيت انا بطريقه مختلفه، وكان فليكسبل ان هو يداني طريق مختلف، طريق جديد، طريق معدل يوصلني لنفس الوجهه. هو ده مفهوم الاجايل بمنتهى البساطه. ولو تلاحظوا كلنا محتاجين الكلمه دي في حياتنا، مع كم التغيرات اللي بيحصل، مع سرعه التغيرات، مع الماجنتيود، مع قوه التغييرات اللي بتحصل حوالينا. ولسه قدامنا كلام تاني نشرح بيه اكتر مفاهيم الاجايل.